ماشي، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير يا رب وبأحسن حال. طبعا يعني النهارده انتوا هتبقوا مع سيشن حلوة جدا يعني مع باشمهندس أحمد حافظ. يعني إن شاء الله تطلعوا بيها بأكبر استفادة يعني، وأنا بنفسي هحضر يعني عشان أستفاد منه. يعني باشمهندس أحمد حافظ يعني مش محتاج كلام عنه. انا بس هعرفكم على احنا مين. احنا مايندلتكس. مايندلتكس دي شركة جديدة في مجال الكورسات بشكل عام للبرمجة. طيب، ايه الفكرة ان احنا نبدأ شركة جديدة في مجال الكورسات وفي شركات كتير جدا موجودة دلوقتي؟ الفكرة ان حصل ابديت كبير جدا في مجالات البرمجة كلها بسبب دخول ال AI. طبعا زي ما احنا اكيد كله بيتابع ان كل يوم بيحصل جديد في المجالات كلها. فاللي مفروض مننا دلوقتي ان الناس بقى في حالة توهان. انت دلوقتي عندك مصادر كتير جدا، عندك كل يوم بتسمع حاجة جديدة، فبتبقى مش قادر تعرف انا اختار ايه. يعني هل اقدر ابدأ في انهي مجال؟ طب المجال ده الاي اي هيبدله؟ طب ايه المشكلة في المجال ده؟ فطبعا كله دلوقتي بيمر في المرحلة دي. فاحنا حبينا ان احنا بمايند تكس نقدر نساعد الناس ازاي يقدروا يحددوا الكارير بتاعهم، ازاي يقدر يعرف تأثير الاي اي على مجالات كتير جدا. وده عملناه من خلال الورك شوبس اللي احنا قدمناها، 6 ورك شوبس في مجالات كتير جدا: داتا اناليسز، اوتوميشن، وداتا ساينس، والويب، والاي اي تولز. بحيث ان كل واحد يشوف ايه الجديد اللي حصل في المجال، والمجال ده بيتكلم عن ايه، ويقدر يقرر ايه الانسب ليه يعني. طيب، ايه اللي احنا برضو قدمناه زيادة للناس؟ طبعا احنا عملنا بلاتفورم ممكن نبقى نتكلم عليها في اخر السيشن عشان بس ما نضيعش وقت الباشمهندس. من اقوى البلاتفورمز اللي ممكن تشوفوها، اللي بتقدر تساعد الناس ان هم يتعلموا ماتيريال اللي احنا بنقدمها ككواليتي ماتيريال تذاكر منها، معمولة بالاي اي ومعمولة بطريقة كويسة جدا بحيث ان اي حد يقدر يستفيد منها. فانا مش عايز اقعد اتكلم نفسنا كتير يعني. ان شاء الله ممكن ابقى ابعت لكم السوشيال ميديا لو حد عايز يتابعنا. بننزل برضو حاجات مفيدة في مجالات كتير جدا. هسيب لكم اللينك في الكومنتات. ويعني ان شاء الله تستفيدوا من الباشمهندس وتطلعوا منه باكبر استفاده يعني. ده بس تعريف عن مايند تكس، وهسيب بقى بقيه الكلام للباشمهندس. تمام، شكرا جدا ليك يا هندسة. وإن شاء الله بإذن الله يعني تكون سيشن لذيذة فعلا، و يعني نفهم سوا أو نطلع منها فعلا بأقصى استفادة. مبدئيا أنا مين؟ وإحنا جايين نتكلم عن إيه النهاردة؟ انا احمد حافظ، اعوذ بالله من كلمه انا. انا هيد الاي اي في مايندليتكس، وانا سي تي او في نوفاس اي اي لابس. دي شركه مصريه متخصصه في الكمبيوتر فيجن، والحمد لله لينا فرع في مصر في التجمع الخامس، ولينا فرع في انجلترا ويو كي والامارات وكندا، الحمد لله بفضل الله يعني. وبرضو فاوندر في اي ترونكس، يعني كنت اي اي انستراكتور فترة، سوري اي تي اي انستراكتور فترة. والحمد لله يعني بقالي اكتر من 4 او 5 سنين شغال في موضوع ان انا اكون انستراكتور ده. وبشكل عام بقالي اكتر من 8 سنين شغال في المجال بتاعنا، سواء في الاي اي او في السوفت وير بشكل عام. ان شاء الله النهارده انا جاي نتكلم على الاي اي، وجايين نفهم حاجات كتيره. مبدئيا انا بحب اخش في المفيد على طول. احنا دلوقتي يا باشمهندس، انا دايما يعني في خلال السيشن كاني هبقى انا بسال الاسئله مكانكم وبجاوب عليها. ده اللي انا هكون ان شاء الله ايه بعمله. بحيث ان انا طبعا انا متخيل مجموعة الأسئلة اللي ممكن تكون في دماغكم، وفي نفس الوقت طبعا في شات موجود عندنا، لو حد حابب ان هو يسأل اي سؤال اكيد هجاوب عليه في الاخر. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس من ساعة ما دخلت الكلية، او حتى بعد ما انا وصلت لسنة تانية وتالتة ولسه بختار التراك بتاعي، سامع اي 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 رايح جاي يمين شمال فوق تحت، مفيش محدش جايب سيرة غير الاي اي. في نفس الوقت انا بشوف مجالات تانية موجودة زي الويب وفلاتر، فرونت اند، باك اند. ده مثلا ناس بتشتغل اي تي، ناس بتشتغل نتورك، ناس بتشتغل كلاود، ناس عايزة تخش في سايبر سيكيورتي. وانا يعني مش فاهم ايه القصة دي كلها. وهل الاي اي هو يعني احسن منهم، ولا هو حاجة غيرهم، ولا هو حاجة بنحطها جواهم، ولا ايه؟ فلو كانت كل الأسئلة دي عندك، فالسيشن بتاعت النهاردة مهمة بالنسبة لك جدا. وبرضو بسبب الترند اللي كان طالع مؤخرا على موضوع الاوتوميشن، ففي ناس كتيرة جدا بقت تخلط ما بين الاوتوميشن والاي اي اوتوميشن والايجنتك اي اي والال ال امز. فيعني كمية مصطلحات كتيرة جدا، وكمية ايه، حاجات كتيرة جدا. فاحنا جايين ان شاء الله
نفصص كل الحاجات دي ونوضحها بشكل ايه، بشكل واضح جدا. وكمان هيكون ان شاء الله في اوفرز وكوبونز وبرومو كودز كتيرة على الكورسز بتاعتنا. بس مش دي الفكرة دلوقتي، خلونا نتكلم على المجال بتاعنا. تمام كده. مبدئيا ايه هو الاي اي اصلا؟ الاي اي اختصار كلمة artificial intelligence، و artificial intelligence يعني الذكاء الاصطناعي. طيب لو جينا نفصص كلمة artificial intelligence دي، هنلاقي ان هي ذكاء واصطناعي. يعني ايه ذكاء؟ الذكاء هو القدرة على اتخاذ القرار، الذكاء هو القدرة على التصرف بحكمة، الذكاء هو القدرة على ان انت تفهمه وهي صغيرة. مفيش تعريف محدد للذكاء، بس الفكرة ان انت المفروض ذكائك ده تستخدمه في حسن التصرف بشكل كويس. تمام كده. وساعات التصرف الصح مش انك تتصرف بسرعة، وساعات التصرف الصح انك تتصرف بسرعة. ساعات محتاج تستنى، ساعات مش محتاج تستنى. فان انت تاخد القرار، ايه هو القرار اللي هتاخده، هتنفذه امتى وازاي وبأي سرعة وبناء على ايه، كل ده من ضمن الذكاء. طيب يعني ايه كلمة اصطناعي؟ اصطناعي يعني حاجة مصطنعة، حاجة من خلق، او يعني حاجة من صناعة البشر، عكس حاجة اسمها الذكاء الطبيعي اللي هو موجود عندنا، او المفروض يعني موجودة عندنا. طيب احنا ليه عملنا نوع من الذكاء اسمه ذكاء اصطناعي؟ يعني المجال ده اصلا طلع ليه؟ ايه اللي خلى يبقى فيه اصلا حاجة اسمها اي اي في التاريخ يعني؟ يعني ايه اللي حصل؟ هل ذكاء البشر يعني خدنا، يعني كنا اغبياء يعني؟ لا، ما كناش اغبياء ولا حاجة. الفكرة كلها ان الانسان لما بيجي ياخد اي قرار، واحنا اتفقنا ان الذكاء الاصطناعي اصلا هو طريقة لاتخاذ القرار مبنية على التفكير بشكل منطقي، وبس مش هي الذكاء الطبيعي. طب ايه الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الطبيعي؟ الفكرة ان الذكاء بتاعك اولا ممكن يخونك في حاجات كتيرة، وثانيا انت قدرتك على اتخاذ القرار بتتأثر. يعني انت ممكن تكون ذكي جدا بس جعان، ذكي جدا بس عطشان، ذكي جدا بس نعسان، ذكي جدا بس المشكلة اللي انت المطلوب تحلها انت مش طايقها اصلا، ومش عايز تحلها ومش عايز تفكر فيها ومش مهتم بيها. انما الذكاء الاصطناعي احنا نقدر نوجهه ونقدر نتحكم فيه ان هو هياخد القرارات، وهياخد القرارات بدون اي جانب عاطفي. مش لا هو الصح ان احنا نعمل كذا بس معلش عشان مش عارف مين ما يزعلش، ومش عارف ايه ما يحصلش. تمام كده. فدي الفكرة. انا هجاوب على الاسئله كلها في الاخر. يعني اي سؤال بيجي في دماغك واحنا بنشرح، حطه في الشات وهجاوب عليهم كلهم مره واحده. ماشي. فدي الفكرة. يبقى الذكاء الاصطناعي هو طرق كتيرة لاتخاذ القرار مبنية على المنطق مش على العاطفة، عشان نشيل الجانب العاطفي من المعادلة. لأن الإنسان لما بيجي ياخد أي قرار بيتأثر بمؤثرات داخلية وخارجية. زي ما قلنا ممكن يكون جعان، نعسان، عطشان، زعلان، فرحان، حاجات زي كده. ومؤثرات إيه؟ خارجية، زي ان هو مثلا شايف ان في حد مثلا احسن منه، عايز يعند مع حد، عايز يطبل للمدير بتاعه. فكل ده ممكن يخليه ياخد قرارات ايه، خاطئة. فبالتالي ده الفكرة العامة من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بقى كذكاء اصطناعي اصلا ككونسبت كأفكار موجود من سنة 48، ولكن الفكرة ان هو ما كانش فيه ساعتها امكانيات كمبيوتر قوي بالامكانيات الحالية اللي موجودة، ولا اصلا علماء كتير زي دلوقتي، ولا عشان يتنفذ الكلام ده بشكل فعلي كتير. بدأ ينتشر قوي 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 مع أواخر الخمسينات وأوائل الستينات. بدأ ينتشر أكتر مع التمانينات والتسعينات مع ظهور الإنترنت. الإنترنت إيه؟ كان بدأ يظهر سنة 88 و89. الأول ظهور الإنترنت كان مقتصر على الجيش والجهات الحكومية والمؤسسات العسكرية، وبعدين بدأ يتم إيه، ينزل للعامة في 92 93 95. بقى نزل جوجل، وابتدينا الثورة الصناعية اللي احنا فيها. والاي اي طبعا من الثمانينات وهو بدأ ينتشر بشكل كبير لحد ما وصل لشكله الحالي اللي احنا وصلنا له. تمام كده. is this session about data science or AI؟ هو ايه الفرق اصلا ما بين الداتا ساينس والاي اي؟ دي من الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. لو انت عايز تجاوب على السؤال اللي انا قلته دلوقتي حالا ده، ممكن ان انت تجاوب عليه برضو في الشات لحد ما نوصل له يعني. المهم ان الاي اي ايه، الاي اي هو الطرق بتاعه اتخاذ القرار ده كله. طيب انا دلوقتي عايز اخد قرار. ايه الفرق ما بين ان انا اخد قرار بنفسي او ان انا اخد قرار باستخدام الاي اي؟ الفكرة ان انت لما تاخد قرار انت عايز تاخد قرار صح. الاي اي بيحاول يجيب احسن قرار، مش بيحاول يجيب قرار وخلاص، هو بيحاول يجيب ايه، احسن قرار ممكن. فالاي اي عشان كده احنا بنسميه اوبتمايزيشن تكنيك. يعني ايه اوبتمايزيشن تكنيك؟ يعني انا عايز اجيب افضل قرار ممكن. افضل قرار اللي يديك ايه،
اللي يديك يعني اقل تكلفة، والتكلفة هنا ممكن تكون وقت او مجهود او فلوس، واعلى بروفيت. البروفيت برضو ممكن يكون يعني ممكن يكون انواع كتيرة، مش لازم يكون فلوس. فانا عايز الاي اي هدفه ان هو ياخد احسن قرار ممكن. تمام. مش هدفه ان هو اسمه ايه ده، مش هدفه ان هو ياخد اي قرار وخلاص، او اي قرار صح. هو عاوز ياخد اصح قرار، عايز ياخد ايه؟ اصح قرار. طيب ده كلام جميل قوي يا باشمهندس. النقطة التانية عندي، انا بقى هاخد القرار ده ازاي؟ تمام كده. يعني ازاي هاخد القرار ده؟ ما انا محتاج ان انا اخد القرار ده من خلال حاجة. يعني في حاجة هي اللي تاخد الاكشن بتاع القرار. زمان كنا بنقول الاي اي يعني روبوتس ومش عارف ايه والكلام ده، وبغض النظر ان الكلام ده كان كليشيه جدا، الى ان احنا وصلنا لهذا الفكر دلوقتي. يعني احنا دلوقتي بقى خلاص عندنا الفكر ده. ان بقى في دلوقتي في الوقت الحالي روبوتس، بقى في نوع من انواع المودلز اسمها الورلد مودلز. دي بتتحط جوه الروبوتس، ونافيديا اللي عاملاها عشان الروبوتس نفسها تفكر بالاي اي. في شركات روبوتس كتيره اكشلي فاتحه في الصين وامريكا دلوقتي، والموضوع ده بدأ ينتشر بشكل كبير. ولكن لو احنا رجعنا بالزمن سنتين لورا، فكل المغالطات المنطقية والأفكار المختلفة ما بين ال AI في العصر الحالي وال AI زمان، أو إن هو فكرة روبوتس، ما كانتش حقيقية. ال AI مش يعني روبوتس، ولا الروبوتس يعني AI. والروبوتس ممكن تشتغل بأوامر بسيطة جدا، وممكن تشتغل بال AI برضه. المهم يعني، فدي الفكرة. طيب احنا ايه الوسيلة اللي احنا هناخد من خلال الاكشن ده؟ الكمبيوتر بتاعنا هو اللي احنا بنستخدم الاي اي جواه عشان ياخد القرار الصح. القرار الصح ده ممكن يكون حاجة بسيطة جدا، من اول ان انا ايه افضل اضاءة ممكنة للشاشة، مرورا بان انا ايه افضل كود اكتبه. يعني انت ممكن تسأل الاي اي هو إيه الكود ده، ايه احسن كود ممكن يعمل الكلام ده. او ان هو يتعرف على وشك لو لو اللابتوب بتاعك فيه فيس اي دي او الموبايل، او ان هو يتوقع مثلا الكلمة اللي انت هتكتبها لو في الكيبورد. كل دي مجموعة من القرارات الصغيرة جدا البسيطة جدا، اللي بتتاخد في يومك الطبيعي باستخدام الاي اي وانت مش واخد بالك منها. برضه في حاجات اتقل شوية زي البوستس مثلا اللي انت بتشوفها على فيسبوك. اشمعنى البوست ده اللي يظهر لك، واشمعنى البوست ده ما يظهرلكش؟ كل حاجة مبنية على الاي اي. الاي اي بيبدا يقترح عليك بناء على اللي هو فاهمه منك. الاي اي بيبدا ان هو يرشح لك حاجات. الاي اي بيبدا ان هو يقول لك ده اصح حاجه، اعمل كذا. تطلب اوبر بيحسب لك التكلفه، بيجيب لك الاوفرز وهكذا. فالاي اي دي الفكره. طيب احنا يا باشمهندس زي ما قلنا محتاجين ديفايس او جهاز هو اللي من خلاله نبدا ان احنا يعني ننفذ القرارات دي، او عمليه الديسيجنز دي. فعشان كده احنا عندنا الكمبيوتر. طيب السؤال هنا، الاي اي ازاي بيعرف اصلا ايه افضل قرار ياخده؟ يعني ازاي الاي اي بيوصل لمرحلة ان هو فاهم ان ده الصح وده الغلط؟ عرف ده منين؟ ما هو احنا لازم يكون حد برمجه صح كده، لازم يكون حد اداله بروجرامنج. بس الفكرة ان الاي اي مختلف عن البرمجة العادية. البرمجة العادية انت بتدي مجموعة من الاوامر الثابتة تحت اي ظرف وتحت اي مسمى. البرمجة دي او الاوامر دي هتتنفذ بالحرف وبالملي وبنفس الترتيب وبنفس كل حاجة. الفكرة في الاي اي ان هو مختلف شوية. مختلف شوية في ايه؟ في في اسمه ايه ده، اللهم صل على النبي. مختلف شوية في ان هو بيحاول يفهم المشكلة ويحاول يشوف هو انسب حل للمشكلة. يعني هو ما بيبقاش متبرمج من قبل كده ان هو اف إلس مثلا لو لقى كذا يعمل كذا. لا، هو بيتدرب ان هو يبص على المشكلة، يفهم معطياتها، وبناء على معطيات المشكلة يبدأ ياخد احسن قرار ممكن يتاخد فيه الفكرة. انا برضو تاني هجاوب على كل الحاجات اللي بتتسأل دي بس في الاخر. فدي الفكرة. طيب ازاي بقى هنعمل ده يا باشمهندس؟ يبقى احنا محتاجين ندرب الموديل ان هو يقدر يفهم اي مشكلة. محتاجين ندرب الموديل او الاي اي. يعني بنقول على الاي اي موديل. موديل يعني نموذج، موديل يعني طريقة معينة لتنفيذ مهمة معينة. احنا بقى محتاجين ندرب الاي اي ده عشان يقدر ان هو لما يشوف مشكلة يقدر يحلها. والاي اي في منه انواع. يعني مثلا حاجة زي شات جي بي تي ده احنا بنسميها
يعني اقرب ما يكون للاي جي اي. يعني ايه اي جي اي؟ اي جي اي يعني artificial general intelligence، يعني ذكاء اصطناعي عام. يعني ايه عام؟ يعني يقدر يحل مشاكل كتيرة جدا، مش حاجة مشكلة محددة بس. طيب الاي اي مثلا اللي موجود في اوبر او في جوجل ميت، او موجود مثلا في مثلا جوجل مابس مثلا، او موجود في فيسبوك، ده اي اي كاستم مش جنرال. يعني اي اي عادي اللي هو بيحل مشكلة محددة، تمام. واحنا اتفقنا ان الاي اي هدفه ان هو يجيب افضل حل للمشكلة. طب الاي جي اي هدفه ان هو يجيب افضل حل لكل المشاكل الممكنة. طيب هل الاي اي احسن ولا الاي جي اي؟ يعني شات جي بي تي افضل ولا موديل مثلا خاص بحاجة معينة؟ هقول لك لا، الموديل اللي معمول كاستم على جزئية معينة احسن من الموديل العام. الموديل العام اللي متدرب عن كل حاجة مش هيبقى كويس في ان هو يجاوب على كل حاجة بنفس الكفاءة. انما الموديل اللي معمول مخصوص عشان يحل مشكلة معينة هيكون اسرع واسهل بكتير في ايه، في حل المشكلة دي. المهم ان احنا محتاجين ندرب الموديل، سواء موديل عام هندربه على كل المشاكل اللي في الدنيا، او موديل خاص هندربه على مشكلة محددة أو اتنين أو تلاتة، ندربه على مجموعة من الإيه، من المعلومات. نديله داتا كتيرة، نديله بيانات كتيرة، نقول له إيه من خلال البيانات دي افهم بقى إيه الصح واعمله، اتفضل. تمام. المجال بقى ده اللي هو اللي أنا بقول له فيه من خلال البيانات دي افهم بقى الصح واعمله، هو مجال إيه؟ هو مجال الماشين ليرنينج. يبقى مجال الماشين ليرنينج هو فكرة إن أنا بجيب اي اي وبديله داتا وبقول له اتفضل اتعلم من الداتا دي، وبيزد على كده ابدأ بقى خد قرار حلو. فده الهدف العام. طيب فعشان بقى نعمل ده محتاجين ايه؟ محتاجين لغة برمجة. عشان نقدر نكلم اي ديفايس بما فيهم الكمبيوتر محتاجين نكلمه بلغة برمجة. ممكن نكلمه بلغة برمجة صعبة قوي زي اسمبلي، او صعبة نسبيا، يعني صعبة بس مش قوي زي سي بلس بلس، او سهلة قوي زي بايثون. طب ايه الفرق ما بين دي ودي ودي؟ فرق كبير جدا. فرق في سرعة التنفيذ بتاعة الأوامر، فرق في المساحة اللي بياخدها ال الكود ده من الميموري، فرق في سهولة كتابة الكود، فرق في سرعة تنفيذ الكود، فرق في حاجات كتيرة جدا. بايثون من اللغات السهلة ان لو انت لسه بتتعلم اي اي جديد يفضل انك تتعلم بيها. يعني احنا في الشركة عندنا بنكود حاجات كتير سي بلس بلس وشوية حاجات بايثون برضو. بس احنا عشان شغالين على حاجات خاصة بالكاميرات وخاصة بكمية معالجة كتيرة لداتا كتيرة، والمفروض ان المعالجة دي تتم في وقت قليل، ففي حاجات كتيرة من دي شغالينها بايه؟ شغالينها ببايثون. سوري، شغالينها بسي بلس بلس. فبالتالي هنا برضو لازم نفرق ما بين ان انت ممكن تكلم الكمبيوتر بأي لغة خلقها ربنا، وان انت لازم تكلم الكمبيوتر بلغة معينة. لا، انت ممكن تكلم الكمبيوتر بأي لغة خلقها ربنا، ممكن تدي اوامر للكمبيوتر بأي لغة خلقها ربنا. طب اشمعنى بايثون؟ زي ما قلنا بايثون هي اسهل لغة تقدر تتعلم فيها وتجرب بيها اساسيات الاي اي. ليه؟ لان هي من سهولتها بتخلي التركيز كله مش على كتابة الكود، وانما على تعلم الفكرة العامة من الاي اي نفسه. يعني ازاي ان انت تستخدم الاي اي نفسه. فطبعا حاجه زي دي في الاول بتكون ايه، بتكون مفيده جدا. وخلي بالكم من نقطه، وهنا ده الوقت المناسب اللي احنا نقولها. الاي اي مش هو الاوتوميشن. الاوتوميشن حاجه والاي اي حاجه تانية. الاوتوميشن هو مجال بيخليك تعمل اي حاجه بشكل اوتوماتيك، اي حاجه في الدنيا، ايميلات، تقارير، جداول، حاجات. انما الاي اي هو العقل، انت كأنك بتدرب عقل جديد هو اللي يعرف إيه القرار الصح اللي يتنفذ. يعني الاوتوميشن انا بنفذ شوية مهام بشكل يعني ايه، بشكل محدد، برضو زي الكودينج كده. بس الفكرة ان الاوتوميشن ده بيشتغل بشكل تلقائي يوميا مثلا. انما الاي اي لا، هو مسؤول عن عملية التفكير واتخاذ القرار. يعني احنا ممكن نستخدم اي اي موديل بس عشان يقول لنا ايه القرار الصح، ونستخدم اوتوميشن تول عشان تنفذ القرار الصح ده على طول بشكل اوتوماتيك. يبقى الاي اي مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن تحديد ايه هو افضل قرار. طب تنفيذ القرار ده ممكن نستخدم الاوتوميشن، وممكن نستخدم الكود عادي. يعني نقول له اول لما تاخد القرار نكتب كود ان اول لما ناخد القرار ننفذ هذا القرار على طول. صح كده؟ يعني مثلا في فرق كبير قوي ما بين ان انا اقول ان افضل فيديو ممكن ارشحه لمحمد هو اهداف مصر في كاس العالم. ده كده انا استخدمت الاي اي. طب انا بقى خدت الفيديو اللي هو بتاع اهداف مصر في كاس العالم ده وعرضته لمحمد، ده كده مش استخدام للاي اي، ده كده تنفيذ للقرار اللي الاي اي خده.
فعشان ننفذ القرار اللي الاي اي خده، يا اما هننفذه مانيوال، يعني هنشوف الاي اي خد قرار عامل ازاي ونروح احنا ننفذه بايدينا مانيوال، يا اما هننفذه بشكل اوتوماتيك. نقول ان كل ما الاي اي ياخد قرار نفذه، كل ما الاي اي ياخد قرار نفذه. وهو ده استخدام اصلا الاي اي في الاوتوميشن. يعني استخدام الاي اي في الاوتوميشن ان الاي اي يفكر وبشكل اوتوماتيك. اول لما الاي اي ياخد القرار نبدأ ننفذ ايه مجموعة من العمليات بترتيب ثابت، بس الاي اي هو اللي هيفكر الاول وهو اللي هياخد القرار الاول وبعدين هننفذ الايه الكلام. طب احنا ينفع نعمل شوية عمليات بشكل متكرر من غير ما الاي اي يكون فيها؟ اه طبعا ينفع نعمل شوية عمليات نعملها بشكل اوتوماتيك بشكل دوري من غير ما الاي اي يكون طرف فيها، وهو ده الاوتوميشن لوحده. طب الاي اي اوتوميشن ان انا استخدم الاي اي جوه الاوتوميشن ده، فالاي اي هو اللي ياخد القرار ونبدا بعد كده ايه القرار اللي الاي اي خده ده ننفذه بشكل اوتوماتيك، او يعني ننفذ حاجات بشكل اوتوماتيك منها ان الاي اي يفكر. تمام. طب حلو قوي يا باشمهندس. يعني انت دلوقتي بتقول ان انا لازم اكون فاهم بايثون عشان اشتغل اعمل اي اي، صح؟ اه. وهنا برضو نيجي لنقطة تانية، في فرق ما بين ان انا اعمل اي اي وان انا استخدم اي اي. لو انت عايز تستخدم موديل جاهز فانت عندك موديلز جاهزة كتيرة، صح؟ لو انت عايز تعمل انت موديل فانت محتاج تكون فاهم ازاي تكريت الاي اي موديلز. تمام كده. طيب انا يا باشمهندس ايه اللي يخليني اصلا اروح اكريت اي اي موديلز وانا عندي حاجات زي شات جي بي تي، وانا عندي حاجات بتعمل تقريبا كل حاجه ممكن تتعمل في الدنيا؟ هقول لك لا، انت ما عندكش موديلز بتعمل كل حاجه في الدنيا. انت عندك موديلز جنرال بنسميها فاونديشن موديل، وانت عايز تعمل حاجات كاستم. بمعنى ندي مثال بسيط جدا، نفترض ان انت مثلا عندك شركه محاماه وعندك مجموعة من القواضي. تمام كده. القواضي دي انت محتاج موديل يساعدك في ان هو يكتب لك مثلا مرافعة، يقول لك نقاط القوة ونقاط الضعف في القضية وهكذا. ينفع تروح تستخدم شات جي بي تي؟ لا طبعا. ليه؟ لان القواضي دي قواضي سرية وما ينفعش ان هي حد يطلع عليها، فانت لازم تعمل موديل خاص بيك انت كشركة يكون هو ايه ما بيسربش الداتا بره. دي اول نقطة. تاني نقطة، اصلا هل موديل شات جي بي تي اصلا فاهم في القانون المصري والدستور المصري؟ لا، لانه مش متدرب عليه، مش عارفه، ما يعرفوش اصلا، فبالتالي مش هيعرف ياخد قرار صحيح. فاحنا محتاجين ندرب موديل كاستم احنا اللي عاملينه بايدينا على الدستور المصري وهكذا. فكل دي افكار لازم نفكر فيها. طب واحد يقول لي يا باشمهندس طب انا عايز اكتفي بان انا استخدم الاي اي مودلز بس، يبقى انت كده مش هيتقال عليك اي اي ديفلوبر ولا اي حاجه، ولا انت هيبقى ليك علاقه بمجال الاي اي، انت هتبقى مجرد مستخدم عادي، وده كده مش كارير. يعني مفيش حد كارير ان هو بيستخدم الاي اي تولز، مفيش حد كاريره ان هو برومت انجينير، صح؟ طب هل ده معناه ان كل الناس لازم تعرف تعمل اي اي مودلز؟ لا طبعا. في ناس ده دورها ان هي تعمل اي اي مودلز ودول مرتباتهم اعلى بكتير جدا من الناس العاديه. وفي ناس مش دورها ان هي تعمل اي اي مودلز، دورها ان هي تستخدم المودلز دي بشكل مباشر على طول. في ناس دورها ان هي تستخدم اصلا الابليكيشنز بشكل مباشر وهكذا. فبالتالي كل واحد ليه دور هو بيعمله. انت ممكن تبقى تحت قوي في الناس اللي هي بتظبط الهاردوير وبتظبط الحاجات دي، وممكن تبقى فوق قوي في الناس اللي بتستخدم الاي اي مودلز بشكل مباشر على طول من غير ما تهتم او تفكر هو كل الحاجات دي مهمة في ايه ولا معمولة ازاي ولا. تمام. طيب دي نقطة مهمة جدا. طيب النقطة التانية اللي احنا جايين نتكلم فيها وانا فرحان ان جه حد اتكلم عن الداتا، يعني عن الداتا ساينس من شوية، وقال هي دي سيشن اي اي ولا داتا ساينس، وبعدين حد تاني سأل هو ايه اصلا الفرق ما بينهم. تمام. كل دي اسئله مهمه. انا اصلا جاي اكلمك عن الداتا اناليسز الاول. الله، ايه علاقه الداتا اناليسز بينا يا باشمهندس؟ احنا ناس بتوع اي اي. بص يا معلم، انت بتاع اي اي ده معناه ايه؟ عارف يعني ايه معناه ان انت راجل بتاع اي اي؟ اي اي يعني لما نقول عليك ان انت اي اي ديفلوبر ده كأن بنقول على واحد سنه 2010 انت سوفت وير انجينير. الاي اي ديفلوبر يا جماعه مطلوب منه دلوقتي في 2026 ان هو يكون فاهم في كل التراكات. ليه؟ لان الاي اي مش مجال مستقل بذاته، الاي اي مجال انت بتربطه ببقيه المجالات. الاي اي مجال مساعد، عامل حفاز كده. قوته تكمن في ان هو يتربط بمجالات تانية. بمعنى لو انت مثلا عايز تطبق الاي اي في الطب وانت مش فاهم في الطب يبقى انت مش هتعرف تشتغل. لو انت عايز تطبق الاي اي في الاقتصاد وانت مش فاهم اقتصاد يبقى انت مش هتعرف تشتغل. لو عايز تطبق الاي اي في التجاره وانت مش فاهم في التجاره يبقى انت مش هتعرف تشتغل وهكذا.
فبالتالي نفس الكلام، لو انت عايز تطبق الاي اي في ان هو يساعدك في ان انت تكتب كود عدل، وانت اوريدي ما بتعرفش تكتب كود عدل، يبقى انت مش هتعرف تستخدم الاي اي بشكل ايه، بشكل صحيح. تمام. فدي كلها نقطة ايه مهمة. طب ايه علاقة الاي اي بالداتا اناليسيس يا باشمهندس؟ انت عشان تاخد اي قرار صح في الدنيا محتاج تعمل ايه؟ محتاج تجمع له معلومات، صح؟ ولما تجمع المعلومات دي هتعمل ايه عشان تاخد القرار؟ بتحاول تربط المعلومات دي ببعضها، تفهم ايه علاقة ده بده، وبناء على العلاقات دي تفهم الداتا، ولما تفهم الداتا تطلع مجموعة من المعلومات ومن الاستنتاجات، والمعلومات والاستنتاجات دي هي اللي تساعدك في اتخاذ القرار. فانت عشان تكون اي اي شاطر في الاساس لازم تكون داتا اناليست شاطر. والمجال بتاعنا سواء الداتا اناليسيس او الداتا ساينس او الاي اي ان جنرال ما بيتفصلوش عن بعض. يعني مفيش حاجه اسمها انا شغال اي اي ولا افقه شيء عن الداتا اناليسيس، مستحيل. مستحيل تبقى اي اي شاطر وانت ما تفهمش داتا اناليسيس. مستحيل تبقى اي اي شاطر وانت ما بتعرفش تنظف الداتا. مستحيل تبقى اي اي شاطر وانت ما بتعرفش تستنتج معلومات من الداتا. المعلومات دي مش ظاهرة ومحتاجة حد بيفهم عشان يستنتجها بسهولة. تمام. لازم يكون عندك كل الخبرات دي كلها. عشان كده احنا اصلا في الكورس بتاع الاي اي عندنا اسمه ايه ده، في جزء منه داتا اناليسز، لان ده خطوة من خطوات استخدام الاي اي، ان احنا نجيب الداتا اللي احنا هندربها للموديل، نفهمها ونشتغل عليها ونعرف هي ايه فايدتها وايه لازمتها، ونحللها ونطلع منها معلومات وهكذا. والداتا اناليسز كداتا نقدر ان احنا ايه، نقدر ان احنا نحلل الداتا بطرق كتيرة. ممكن نحلل الداتا باستخدام الكود عادي باستخدام بايثون، ودي حاجة ان شاء الله هناخدها في الكورس. ممكن نحلل الداتا باستخدام داتابيز تول زي سيكوال مثلا. ممكن نحلل الداتا باستخدام باور بي اي، وممكن نحلل الداتا باستخدام تابلو، وممكن نحلل الداتا باستخدام اكسل. بس مش كل الداتا ينفع نحللها باكسل، ولا كل الداتا ينفع نحللها بتابلو، ولا كل الداتا ينفع نحللها بباور بي اي، ولا كل الداتا ينفع نحللها بسيكوال. انما كل الداتا ينفع نحللها باي لغه برمجه خلقها ربنا، مش لازم بايثون. يعني مش لازم بايثون هي ايه اللي نحلل بيها الداتا، لا احنا ممكن ايه، ممكن ان احنا اسمه ايه ده، نحلل الداتا بايه، ببايثون بمنتهى السهوله. وانما واي نوع داتا، اي نوع داتا خلقها ربنا نقدر نحلله بمنتهى السهوله. طب امال ليه يا باشمهندس الناس كلها بتاع الداتا اناليسيس بياخدوا اسمه ايه ده، بياخدوا باور بي اي وتابلو سيكوال وبايثون دي بيدوها اخر اهتمام؟ هقول لك لان اغلب الناس اللي جايه تتعلم داتا اناليسيس بتبقى مش جايه من باك جراوند برمجه. في اي مكان كورسات بيبقى عايز يديهم الايحاء اللي هو يا جماعه مجال الداتا اناليسيس ده سهل وانت تقدر تخش فيه بسهوله. وفعلا هو مجال سهل وانت تقدر تخش فيه بسهوله. ولكن السهوله بتاعه ان انت تستخدم باور بي اي وتابلو واكسل غير السهوله بتاعه الكود بتاعه. لان الكود بتاعه محتاج تاسيس كويس جدا، ومحتاج ان الشخص يكون صريح مع نفسه ويكون فاهم ان انت عمرك ما، يعني انت سهل قوي تبدا في المجال بس صعب قوي تبقى شاطر فيه. لان انت عشان تكون شاطر فيه لازم تكون فاهم في البرمجة بجد، بعيد عن الهزار. وطبعا معرفش انتوا عارفيني ولا لا، بس اللي عارفني يبقى عارف كويس قوي ان انا صادق جدا معاك في كل كلمة بقولها لك. يعني انا كده كده مش مستفيد اي حاجة من اللي انا اقول لك ده، بالعكس ده ممكن يخوفك من المجال اكتر. بس هي دي الفكرة، ان في ناس كتير قوي بتتوهم وتروح تحس ان الاي اي ده حاجة جامدة فانا لازم اروح اتعلمه. ولما تيجي تبدأ تتعلمه تكتشف في نص الطريق ان هو الطريق اطول بكتير من ما انا كنت متخيل. فانا جاي اعرفك هنا ان الطريق طويل، الطريق مش ايه، مش صغير. او مش مثلا، مش الموضوع مش شهرين ثلاثة هتذاكر فيهم وهتبقى كويس. الموضوع محتاج استمرارية كتيرة، زيه زي اي مجال. يعني اي مجال محتاج استمرارية فيه. ومفيش كورس هيطلعك من اي حتة في الدنيا عارف الحاجة دي 100%. في كورس هيطلعك متأسس كويس، في كورس هيطلعك متأسس كويس وتقدر تشتغل، في كورس هيطلعك متأسس كويس وتقدر تشتغل وعارف حاجات ادفانسد، وفي كورس هيطلعك ميح. ده كله بيعتمد على كذا حاجة، منها الانستراكتور اللي بيشرح، الإدارة الجميلة اللي موجودة، والتزام سيادتك بالكورس وبالتاسكات وبالمذاكرة. انت ممكن تكون شخص بتحضر كل السيشنات، ممكن تكون شخص بتذاكر كويس جدا بس ما بتعملش التاسكات بتاعتك، يبقى كل ده ملوش لازمة. وهكذا بقى فكل ايه، فكل حاجة ليها حاجة. ممكن تكون انت شخص محترم وشاطر وجامد ومجتهد وكل حاجة، وبتعمل تاسكاتك وبتعمل كل حاجة، بس الانستراكتور اللي معاك مش كويس فمش بيديك اصلا تاسكات كفاية، فانت فاكر ان انت بتعمل اللي عليك، فتفاجئ ان انت مخلص الكورس وفي حاجات كتير قوي انت لسه ايه، انت لسه متعرفهاش. فهي دايرة كبيرة، عملية كبيرة مكونة من حاجات كتيرة. وهكذا. طبعا الكلام ده انا اتكلمت فيه قبل كده، بس احنا اتفقنا ان اغلب المجالات اللي موجودة احنا نقدر نذاكرها سيلف ستادي. طب يا باشمهندس لما احنا اصلا نقدر نذاكرها سيلف ستادي،
ليه في ناس بتدي كورسات فيها؟ هقول لك عشان في نقطة مهمة جدا موجودة في الكورسات، مش موجودة في السيلف ستادي، وهي الالتزام. لما انت تاخد الكورس في حتة، ده بيجبرك وبيلزمك ان انت تركز في الكورس، ان انت وراك تاسكات، ان انت وراك ديدلاينز، ان انت وراك حاجات. لان طبعا الانسان صعب قوي ان هو يلزم نفسه بنفسه، ولو ان ده الصح. يعني الصح ان انت اصلا ما تستناش حد يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، بس مش كل الناس عندها نفس القوة النفسية بتاعة المذاكرة بسهولة. تمام، فدي الفكرة. هل في لغات برمجة ليها علاقة بالداتا ساينس والاناليسز غير بايثون؟ في طبعا، وفي لغات كتيرة بتستخدم تاني. اللغة يا جماعة هي مجرد أداة لتنفيذ مهام. بمعنى أي يعني واحد ينفع نعمل داتا اناليسز يا باشمهندس بسي بلس بلس؟ اه. ينفع نعمل داتا اناليسز بجافا سكريبت؟ اه. ينفع نعمل داتا اناليسز بلغة السي؟ اه. الفكرة في سهولة عمل هذه الاناليسز. واحد يقول لي طب طالما اوريدي اصلا بايثون كويسة، ايه اللي ممكن يخليني اعمل داتا اناليسز باي حاجة تاني او باي لغة برمجة تاني؟ هقول لك، اللي بيحكمك هو اللغة او السيستم شغال معمول بانهي لغة، او بانهي مجموعة من اللغات. لان مفيش سوفت وير معمول بلغة برمجة واحدة يعني. اغلب السوفت ويرز معمولة بايه؟ بلغات برمجة كتير. تمام كده. طيب محتاج بقى بعد كده تروح تتعلم شوية لايبراريز زي نمباي وزي بانداس. دي شوية حاجات خاصة بالايه، بال باسمه ايه ده، بالبتاع نمباي وبانداز ومات بلوتلib، عشان تتعلم الداتا فيجواليزيشن. وزي ما اتفقنا انك تستخدم الكود في انك تفيجواليز الحاجة، او في انك تحلل الحاجة. ده ليه دي مهارة عالية، مهارة بتتطلب مش شخص، مش اي حد. ودي بتبقى مهمة جدا. ليه؟ افرض ان انت مثلا، مثال بسيط جدا، عندك ويب سايت بتاع الشركة، فانت عايز تطلع الجرافس والرسومات دي جوه الويب سايت بتاع الشركة. ما ينفعش تحط باور بي اي جوه الويب سايت. وحتى لو نفع فانت هتبقى مضطر تدفع اشتراك باور بي اي. طب ليه وانت معاك لغة مجانية زي بايثون تقدر تعمل بيها الجرافس دي وتقدر تظهرها ومن غير ما تدفع حاجة خالص خالص خالص، وبرضه تبقى ابديتد وكل حاجة؟ فهنا الفكرة دايما بتكمن في ايه؟ الفكرة دايما بتكمن في مدى خبرتك والباك جراوند اللي عندك قد ايه في ان انت تكتب الكود، وفي ان انت تعمل الايه، تعمل الحاجات دي كلها. فكل دي حاجات لازم الواحد يحطها في الحسبان قبل ما يشتغل، او قبل ما يعمل، يفهم الموضوع. طب انا يا باشمهندس لو انا رحت بدأت بقى، يعني مشيت عكس التيار وبدأت مجال الداتا اناليسيس ده بايه، باسمه ايه ده، بدأت مجال الداتا اناليسيس ده بالكود. لما اجي بقى اتعلم باور بي اي وسيكوال وتابلو، الموضوع يبقى سهل ولا صعب؟ الموضوع يبقى اتفه بكتير قوي من ان انت تروح تتعلم ايه، تروح تتعلم الاول باور بي اي او سيكوال او اكسل. لان الكود اصعب بكتير. فلما تاخد الصعب الاول هتبص على السهل تلاقيه سهل قوي. طبعا دي مش دعوة ان انت تعمل كده، لا، لو انت شايف ان ده الصح اعمله. عايز تجرب برضو مفيش ايه، مفيش مشكلة. المهم خلينا نخش في الجزء اللي بعد كده. بعد كده زي ما قلنا بنروح بقى نتعلم الماشين ليرنينج. والماشين ليرنينج هو فكرة زي ما قلت ان انا ادرب الكمبيوتر ان هو يتصرف بشكل معين. في انواع كتيرة من الليرنينج. يعني أنا لو عايز اعلم حد اي حاجة ممكن اعلمها له بكذا طريقة. كل ده طبعا هنتكلم عنه واكتر في الكورس اكيد. بس الفكرة ان ايه، ان الماشين ليرنينج هو جزء مهم جدا في المجال بتاعنا. طب ايه علاقة، ايه بقى، ايه الفرق ما بين الداتا اناليسيز والداتا ساينس والداتا انجينيرنج والداتا بيز والكلام ده؟ لان السؤال ده برضو ايه، سؤال مهم جدا وبيتكرر كتير، واجابته انا فاهم ان هي غير واضحة للبعض، او بتفضل غير واضحة للبعض. طيب مبدئيا الاجابة ليه غير واضحة اصلا؟ الاجابة غير واضحة لان كل منطقة ليها تعريف مختلف الموضوع ده. المفروض يعني الطبيعي ان الداتا ساينس هو علم البيانات. فاي حاجه تخص الداتا داتا ساينس. طب ما هو الداتا موديلنج ده ان احنا نموديل الداتا، يعني نعمل من الداتا موديل اللي هو الماشين ليرنينج بالمنظر ده. نقدر نعتبره ضمن الداتا ساينس لان احنا بنموديل الداتا، بنحول الداتا، او بنحول او بنعمل من الداتا نموذج. النموذج ده يقدر يجاوب على اي سؤال فيها، صح؟ مش ده هو الماشين ليرنينج، ان احنا بنعمل حاجه اسمها داتا موديلنج. فمن هذا المنظور الماشين ليرنينج جزء من الداتا ساينس، صح؟ طيب ولكن الديب ليرنينج الناس مش بتعتبره جزء من الداتا ساينس، وفي ناس تانية بتعتبر ان كل المجال بتاع الاي اي من ضمن الداتا ساينس. بنقول ان الاي اي كده، ولكن الحقيقة ان الاي اي بيحتك بالداتا ساينس في ايه؟ بيحتك بيها في حاجات ولكن هو اكبر من الداتا ساينس. لان الاي اي مش بس داتا،
يعني الارتفيشال انتليجنس مش بس مش all about الداتا، هو 80% من الاي اي داتا. يعني 80% من مجال الاي اي خاص بالداتا. يعني نقدر نقول يا باشمهندس ان الداتا ساينس بيتقاطع مع الاي اي في 80% مثلا من الحاجات، نقدر نقول حاجة شبه كده. وبعدين والباقي ده ايه؟ والباقي ده موديلنج تكنيكس بقى، الجوريزمز بقى، وماس وقصص كبيره وهكذا. تمام. والداتا ساينس عامه هو العلم اللي بيتناول دراسه كل الداتا بكل جوانبها، من اول تجميع الداتا، التخطيط لتخزين الداتا، تخزين الداتا بشكل كويس، تحديد مين الناس اللي هتستخدم الداتا، التحكم في الداتا، تحليل الداتا، تنظيف الداتا، استخراج معلومات معينه من الداتا، عرض الداتا. كل ده من ضمن ايه؟ كل ده من ضمن الحاجات بتاعه الايه؟ الداتا ساينس كلها. لو بقى خدنا الداتا دي وعملنا لها موديل وبقت ماشين ليرنينج، او عملنا لها موديل وبقت ديب ليرنينج، اصبح ان احنا كده بنستخدم الداتا كخطوة من خطوات الوصول ل AI موديل في الاخر. فبالتالي المجالين بيتعارضوا مع بعض، او بيتقاطعوا مع بعض في اكتر من 80%. يعني نقدر نقول ان ال AI داتا ساينس بلس موديلنج بلس ان احنا بنعمل ماشين ليرنينج وايه، وديب ليرنينج. وزي ما قلنا في ناس اصلا بتعتبر الماشين ليرنينج جزء من ايه، جزء من الداتا ساينس. طيب المهم، فده الماشين ليرنينج. وزي ما قلنا في حاجات كتير قوي جوه الماشين ليرنينج في ان احنا ازاي نعلم الموديل ازاي يتصرف، وازاي نعلم الموديل ازاي ياخد قرار. كل دي حاجات ايه؟ كل دي حاجات طبعا الناس بتتكلم عنها. وانت لما بتيجي تاخد اي كورس في الدنيا المفروض ان هو يديها لك اي كورس اي اي يعني. فدي الفكرة. طبعا في تكنيكس كتيرة من ان انت تتعلم الموديل. وهنا بقى بتبدأ يبان الفرق ما بين الساينس والكود. الكود ممكن تاخد سطرين ثلاثة وخلاص، انما الساينس هيفهمك طرق التعليم دي جت منين، وايه لازمتها، وانهي احسن، وامتى استخدم انهي، وازاي اغير في كل موديل بحيث ان انا اوصل لاعلى موديل ممكن، وان هو يطلع لي افضل قرار ممكن. كل دي حاجات بناخدها في الكورس طبعا ان شاء الله. بعد كده الاتقل شويه من الماشين ليرنينج هو الديب ليرنينج. والديب ليرنينج نقدر نسميه ادفانسد ماشين ليرنينج. هو ماشين ليرنينج ولكن بيستخدم على داتا معقده شويه، لان احنا طبعا الداتا اللي بنشتغل عليها في داتا نوعها بسيط زي الداتا التكست مثلا، او الداتا التيبلز الجداول. وفي داتا نوعها معقد زي ملفات الصوت، زي الصور، زي الفيديو ده اصلا بيكون مكون من صوت وصوره وكذا صورة طبعا، لأن الفيديو عبارة عن كذا صورة. فكل دي بتبقى حاجات ايه، معقدة شوية. فبالتالي بتحتاج الجوريزمات اتقل شوية من الماشين ليرنينج عشان تتعامل بيها. وهنا يجي دور مين؟ هنا يجي دور الديب ليرنينج. الديب ليرنينج طبعا في NLP وكمبيوتر فيجن، ودول اتقل تراكين في الديب ليرنينج. ولكن برضو في تراكس تانية تقيلة زي الجنز او الجنريتيف نتوركس، وزي الاكس اي اي، الاكسبلينابل اي اي. ففي حاجات كتيرة قوي جوه الديب ليرنينج ليها لازمة كتير في الموضوع. طبعا قدرتك على التعامل مع الداتا، الصور والفيديو، ده من ضمن يعني المهارات الأساسية اللي لازم تكون ايه، لازم تكون عندك. دي الفكرة. برضو من التوبكس المهمة جدا اللي انت لازم تتعلمها هو الديبلويمنت. ازاي ان انت بعد ما تعمل الموديل بتاعك، ازاي ان انت تحطه على الكلاود، ازاي تخلي الناس تستخدمه، ازاي لو عدد كبير جدا من الناس بيستخدموا الموديل ده ما يتعبش او ما يقعش او ما يحصلش ايرور في السيرفر. ويعني ايه اصلا سيرفر، وازاي السيرفر ده بقدر احط عليه الموديل. كل دي برضو حاجات ايه، بنتكلم عنها في الكورس. وكل دي حاجات مهمة لازم تكون عندك. طيب يبقى احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ احنا قلنا ان في فرق كبير قوي ما بين استخدام الاي اي وعمل الاي اي. الكورس بتاعنا كورس خاص بيه ان انت ازاي تعمل الاي اي من جوه، تكريته انت وتستخدمه. واتفقنا ان ده مهم عشان في كيسز كتيرة كاستم الشركات بتحتاجها، واغلب الشركات اصلا بتحتاج حاجة كاستم. ممكن انت تجيب حاجة جاهزة وتعدل عليها، ده برضو حاجة بناخدها. ممكن انت تبني حاجة فروم سكراتش، ودي برضو حاجة بناخدها وده الاساس. فانت لازم يكون عندك المهارة دي. في ناس دورها ان هي تستخدم اي اي موديلز جاهزة، وفي ناس تانية دورها ان هي تعمل هي الاي اي موديلز. الناس اللي دورها ان هي اللي تعمل الاي اي موديلز هي دي الناس اللي ايه، المفروض ان السالاريز بتاعتها اعلى، المفروض ان حجم النولج بتاعتها اكتر، وبالتالي الخبرة والمستوى بتاعها متقدر بشكل اكبر، وهكذا. طب انا يا باشمهندس
عملت كل الحاجات الحلوة قوي دي وزي الفل، ومش عارف ان انا بعد ما مثلا ما اتعلمت كل الكلام ده الاقي شغل. عايزين نتكلم بقى شوية على موضوع الشغل في مجال الاي اي، لان الموضوع ده عامل ازمة كبيرة جدا للناس. بصوا يا جماعة، انا كنت في بودكاست مع دكتور مصطفى سعد قبل كده، واللي ما يعرفش دكتور مصطفى سعد يروح يعرفه. البودكاست ده كان من ضمن محتواه ان احنا كشركات، ودي حقيقة وانا بلمسها قدامي كل يوم، محتاجين ناس كتير جدا. بس المشكلة، وفي ناس كتيرة جدا بتقدم، بس احنا برضو ما بناخدهمش. طب ليه ما بناخدهمش؟ هل احنا وحشين يعني؟ لا، الفكرة كلها ان الناس الكتير جدا دي مش متعلمة اللي احنا عايزاه. طب مش متعلمة اللي احنا عايزاه ليه؟ ما حدش قال لها ولا ايه؟ سواء بقى ما كانتش عارفة ان ده مهم من الكلية، او شايفة ان دي حاجات كتيرة قوي عشان تشتغل، او فاحنا دايما عندنا عجز في الناس الكويسة جدا، بسبب ان اغلب الناس واخده كورس ب2 جنيه وخلاص، او واخده لها شهاده، او حتى ما خدتش اي كورسات وخارجه من الكليه ايه، ميح. فطبعا بيجي اي انترفيو بيتسأل شويه اسئله يكتشف ان هو لسه بعيد قوي، فيترفض ويمشي. فدي برضو نداء ليكوا كلكوا ان انتوا يعني ما تستكفوش بمحتوى الكليه نهائي، ما تستكشفوش بالمحتوى الأكاديمي. في فرق كبير جدا ما بين محتوى الكلية والمحتوى اللي موجود في سوق العمل. وفي فرق كبير جدا جدا جدا. عشان كده حاول تفكر وتشوف الخطوة اللي جاية بالنسبة لك ايه. لو انت قدرت انك تسيلف ستادي وانك تلتزم مع نفسك، يبقى مش مهم ليك انك تاخد اي كورس خالص مع اي حد ايا كان هو مين. لو مهم ليك يبقى، او لو انت عارف ان انت مش هتقدر تلتزم، او عاوز حد يلزمك، او عاوز كوميونيتي يكون قوي ويقدر يساعدك وناس تقدر تشجعك وتبقى معاك، يبقى ان انت تاخد كورس. اكيد هو ده افضل حاجة. انا كده يعتبر خلصت. هجاوب على الاسئلة بتاعتكم، ولو حد عنده سؤال وانا بجاوب على الاسئلة اللي موجودة يقدر يتفضل. طيب. واحد من اول خالص خالص، خلينا نجاوب. هل ال AI هيبقى ليه آثار سلبية على العالم والبشر؟ بص، هو اوريدي بقى ليه آثار سلبية لأسباب كتيرة. أول حاجة، الناس بشكل عام معدل تفكيرها وذكائها قل بشكل كبير كلها، لأن هي بدأت تعتمد على ال AI بشكل أساسي. دي مصيبة كبيرة جدا 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 جدا. ليها أبعاد كتيرة، أبعاد اقتصادية، وأبعاد سياسية، وأبعاد فكرية، وأبعاد اجتماعية، وأبعاد كتيرة جدا. الناس برضو بقى نسبة الاكتئاب زاد. فكرة الايزوليشن والعزلة عند الناس بقت زيادة. الناس عايزة تقعد لوحدها كتير، محدش طايق حد. الاختلاف الفكري ما بين الناس وبعضها بقى كبير جدا. الاتنشن سبان، اللي هو فكرة ان كل واحد مش قادر يركز مدة طويلة على بعضها، زاد بشكل كبير جدا بسبب المحتوى الكتير اللي بينزل عن بالاي اي وعن الاي اي. والاي اي اللي بيرشحه لك اصلا عشان تفضل موجود على منصات السوشيال ميديا كتيرة. دي من ضمن الاثار السلبيه على البشر. لو قصدك من ناحيه التوظيف، فبرضه هيكون ليه اثار سلبيه من ناحيه التوظيف، لان هو هيقلل العماله بشكل كبير جدا. والحل هنا مش ان انت تتعلم اي اي. الحل هنا ان انت تتعلم مهارات كتيرة جدا، بحيث ان انت تبقى شخص محدش يقدر يستغنى عنه. من وجهة نظري دي اهم ميزة لاي حد في الشغل. لو انت اوريدي في الشغل، خليك الشخص اللي محدش يقدر يستغنى عنه. احفظ منيوهات المطاعم بقى. روح انت، جيب اعمل للناس شاي وقهوة. بعيد عن الهزار طبعا، ذاكر واجتهد جامد جدا، وخليك متابع باستمرار اللي بيحصل. فده الفكرة. is this session about data science or AI؟ احنا جاوبنا على السؤال ده. ايه العلاقة بين ال AI وال data science؟ جاوبنا على السؤال ده. يعني الطريقة الصح ان نسأل أسئلة مفهومة ومنطقية بحيث يدي أفضل إجابات. لو قصدك ان احنا نكلم ال AI بشكل عامل ازاي، فطبعا انت على حسب البرومت اللي انت بتكلمه. ولو انت قصدك هنا على ال LLMs او الشات بوتس، فكل ما تسألهم سؤال واضح اكتر ودقيق اكتر وماشي ومظبوط اكتر، كل ما هيطلع لك ناتج احسن. هل في لغات برمجة ليها علاقة؟ ده جاوبناه. ممكن حضرتك توضح موضوع ال XAI وال Gen AI؟ ال Gen AI هو اختصار ال Generative Adversarial Network. وده ليه علاقة بأن الموديل مش بيتعلم عشان يرشح لنا حاجة، مش بيتعلم عشان يقول لنا حاجة. لا، هو بيتعلم عشان يطلع داتا جديدة، داتا ما كانتش موجودة قبل كده. زي مثلا شات جي بي تي، ما هو بيرد علينا، هو بيرد علينا بداتا ما كانتش موجودة قبل كده، بس هي مستوحاة من داتا كانت متدرب عليها قبل كده. يعني هو دايما بيجنريت داتا جديدة أو بيطلع داتا جديدة من خلال فهمه لداتا قديمة موجودة، فيعمل زيها.
ده بيبقى حلو جدا في التكست لما نيجي نجنريت تكست، ده اللي بيعمله شات جي بي تي وكلود وغيرهم. وبيبقى حلو جدا 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 في الصور، لما انا اديله تكست مثلا صورة، واقول له حول لي الصورة دي ل او حول لي التكست ده لصورة معينة او لحاجة معينة. الاكس اي اي بقى هو اختصار الاكسبلينابل اي اي. وهنا ده مجال كامل بحاله بشحمه بلحمه، مخصص لحاجة واحدة، فهم الاي اي ازاي بيشتغل من جوه. ليه ده مهم؟ احنا يعني متفق عليه عندنا في المجال ان الاي اي ده عامل زي البلاك بوكس، عامل زي الصندوق الاسود، محدش عارف ايه اللي جواه، ومحدش عارف هو شغال ازاي، هو بس بيديك الناتج. فالاكس اي اي ده مجال معمول عشان يعرف هو الناتج اللي طلع ده طلع ليه، عشان لو غلط نعرف هو غلط فين ونصححه. زي كده لما بيحصل ان في دكاترة بتحاول تشوف الجين اللي عامل مشكلة ونقضي على الجين ده خالص، عشان نضمن ان المشكلة دي مش هتيجي للجيل الجديد من المودلز يعني. طيب، يفرقوا ايه عن الايجنت؟ هما مين اللي يفرقوا ايه عن الايجنت؟ هما مين اللي يفرقوا ايه؟ يعني قولي لي قصدك ايه. وانا قلت طب ايه علاقة الايجنت؟ هو الايجنت حاجة منهم ولا حاجة مختلفة عن كده؟ الايجنت هو فكرة ان انا بستخدم ال LLM اللي هو اللارج لانجوج موديل، وباخد بيه اكشن. يعني دايما الايجنت ده معناه ان انا هاخد اكشن، مش مجرد بس ان هو هيجاوبني الاجابة الصح وخلاص. فالايجنت يبقى انا هاخد اكشن، ايجنت اكشن، ايجنت اكشن. تمام. اه تمام شو. ماشي. طيب في حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ اه استاذنك يا باشمهندس. اتفضل. هو انا لما يعني كنت داخل السيشن عشان كنت عايز افهم الفرق بين الداتا اناليتكس والداتا ساينس. هو من اللي انا قريته قبل كده واللي حاولت افهم بيه، هو انا جديد عن المجال جدا. اللي ماشي. فهمت ان الاناليتكس دي ان انا باخد الهيستوري واطلع منها انسايتس. واللي فهمت برضه من الداتا ساينس ان انا بقى لو عايز اعمل فوركاست او عايز اعمل بريدكتيف انسايتس للمستقبل، دي اسمها داتا ساينس. ممكن نستخدم الاي اي موديلز فيها عشان نوصل للاوتكم ده، بس الهدف الاساسي ان انا ابدا اعمل فوركاست. هل كده انا فاهم صح ولا انا الدنيا مش واضحه بالنسبه لي؟ بص، الداتا ساينس زي ما انت قلت، لو جيت عرفت اصلا داتا ساينس هتبقى علم البيانات. فمش معقولة ان الهدف من علم البيانات كله هو ان انا اعمل predictive analysis. يعني علم البيانات ده علم خاص بيه، زي ما انا قلت، ازاي تخزن البيانات، ازاي تحلل البيانات، ازاي تطلع منها نواتج، ازاي ان انت تنظف البيانات دي، ازاي ان انت تديسكرايب الداتا دي بشكل كويس. فاهم؟ ازاي ان انت تستنتج من البيانات دي بيانات جديدة. فاهم انت الفكرة؟ يعني ازاي مثلا تطلع مثلا معلومات مخفية، تطلعها انت وتبرزها. فاهم انت الفكرة؟ فكل ده ينضم تحت تعريف الداتا ساينس. من اهدافه، مش الهدف الاساسي ليه ولا الهدف الوحيد ليه. من اهدافه فعلا ان احنا نفوركاست، ان احنا نتنبأ باللي جاي، نعمل بريدكتيف مودلز. المودلز دي بتتنبأ باللي هيحصل بعد كده بنسبة معينة طبعا، بيزد على الهيستوري او بيزد على الداتا. انت فاهم الفكرة؟ ولكن مش الهدف الاساسي ومش الهدف الوحيد. يعني الداتا ساينس مش معناها فوركاستنج. فاهم قصدي؟ تمام تمام. طب استاذنك، هو لو حد عايز يبقى داتا ساينتست وعايز مم. يتخصص في الموضوع، هل الطبيعي ان هو يبقى اكسبرت في الداتا اناليتكس الاول وبعد كده ستيب 2 يبقى داتا ساينس، ولا ده حاجه وده حاجه ممكن يبدا على طول داتا ساينس؟ بص، هو برضو ده عشان انا اجاوب على السؤالين مع بعض. انت لما تيجي تتعلم داتا ساينس وانت بتتعلم ازاي تكون داتا ساينتست شاطر، هتتعلم الداتا اناليسيس في النص كخطوة من الخطوات. بس هي مش الخطوة الاولى. يعني مش خطوتك الاولى عشان تكون داتا ساينتست هي ان انت تكون داتا اناليست. لا. وانت محتاج انك تفهم الاول الداتا من الاول بتيجي منين، وبيتعمل عليها عمليات ايه، وبعدين بتتحلل ازاي، وبعدين بنستخدم التحليلات دي عشان نعمل فوركاستس ازاي. ده الترتيب الصحيح. ما ينفعش بقى اروح اتعلم داتا اناليسز الاول اللي هو سكيب بقى كل الخطوات اللي انا قلت عليها في الاول دي، وبعدين اروح اتعلم داتا ساينس. فاهم الفكرة؟ ايوه اه. تمام دي تمام يا الفكرة. باشمهندس. اللي او ماشي. تشرح. شكرا في ليك. حد سأل سؤال؟ لا عفوا عليك. في حد سأل سؤال، يعني ايه اوتوميشن بشكل مفصل؟ الاوتوميشن بشكل مفصل جدا هو عملية تنفيذ بعض المهام ايا كان ايه هي بشكل تلقائي كل فترة زمنية معينة،
او كل ما يحصل حدث معين. بس كده. ده الفكرة من الاوتوميشن. ايه ان ممكن ادخل معاه الاي اي، وساعتها يبقى الاي اي اوتوميشن هو عملية عمل تاسكات بشكل محدد بناء على الناتج اللي هيطلع من الاي اي اللي هو هيقرره ان انا اعمله. يبقى الاي اي يقرر قرار، فانا بالاوتوميشن هنفذ هذا القرار بشكل اوتوماتيكي كل فترة زمنية محددة، برضو احنا اللي ايه اللي بنحددها. ماشي. حد عنده سؤال تاني؟ حد عايز عنده اقول لك يا سؤال؟ باشمهندس، الداتا انجينير دي حاجه ثالثه غيرهم هما الاثنين. هي الداتا انجينيرنج غير الداتا اناليسز وغير الداتا ساينس، ولكن الداتا انجينيرنج هو برضو علم خاص بيه تصميم مسارات الداتا جوه السيستم من الاول خالص. يعني الداتا بتاعتي دي لما انا يكون عندي مثلا سوفت وير كود مثلا او سيستم بتاع برنامج بتاع حاجة معينة، الداتا دي هتمشي في المسارات بتاعة السوفت وير دي ازاي، هتروح فين وتيجي منين، ولما تروح في الحتة الفلانية هتتخزن على اي اساس، وازاي لما تروح في الحتة الفلانية وتتخزن ازاي ارجع اجيبها بعد كده. فالداتا انجينيرنج هو التخطيط لمسارات الداتا عشان لما في السيستم، عشان لما الداتا تيجي تتجمع في السيستم تتجمع بشكل يسهل تحليله واستخدامه في الماشين ليرنينج فيما بعد. فاهم قصدي؟ مم. مم. تمام تمام يا يعني باشا. تقدر تقول لا ماشي لا، الداتا انجينير نقدر نقول عليه مجازا سباك الداتا. هو اللي بيحط المواسير والحاجات اللي بتمشي فيها الداتا من خلالها عشان تخش في ايه في مكان واحد، اللي هو مثلا المنطقة اللي بيتجمع فيها كل السباكة، والمنطقة دي هي اللي احنا من خلالها بناخد بقى الايه الداتا دي نوزعها بقى نشوف هنعمل بيها ايه بقى. فاهم انت الفكرة؟ فهي دي بقى يعني القضية. يعني ده المين شغل بتاعه بيبقى بروجرامنج وكودينج ولا حاجه تانية؟ اه طبعا بيبقى بروجرامنج وكودينج، ولكن في برضو برامج بتعمل نفس شغل الداتا انجينير، بس مش كلها بتنفع على كل انواع الداتا. فاهم الفكرة؟ زي ما اتكلمنا برضو في بايثون واكسل وسيكوال. اكسل وسيكوال وباور بي اي بيشتغلوا على انواع معينة من الداتا، بايثون بتشتغل على اي نوع من انواع الداتا. فاهم قصدي؟ تمام تمام يا باشمهندس، تسلم. يلا ماشي. اسراء جاوبت برضه اهي، جاوبت اجابة حلوة. ماشي. في حد عنده سؤال تاني؟ طيب حلو جدا. قبل ما اقفل هقول لكم على خبرين مهمين جدا. في برومو كود لكل الناس اللي حضروا السيشن دي، هيديهم خصم تقريبا 30% على كورس الاي اي اللي انا بديه. الكورس ده ان شاء الله هيبدأ في 1/7، لو حد مهتم ان هو ياخده. ده اول حاجة. الحاجة التانية ان من ضمن اسباب انضمامي لمايندليتكس هو فكرة ان هم بيحاولوا يعملوا حاجة جديدة. ففي حاجة جديدة هم عملوها، انا بالنسبه لي شجعتني جدا ان انا اكون موجود معاهم. وبالعكس لما هم عرضوا عليا ان انا اكون انا المسؤول عنها، انا اتبسطت جدا وقررت ان انا ادعمها قلبا وقالبا. وهي فكره الداتا كوميونتي او الداتا هاب بتاع مايندليتكس، اللي المفروض يكون هو مستودع او منبع لكمية داتا كتيرة جدا 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 تقدر تاخدها وتشتغل عليها. الداتا دي هتكون بعضها موجودة ومتجابة من سوق العمل على طول، واحنا عملنا منصة كاملة عشان الناس تاخد الداتا دي وتشتغل عليها وتقدر تأكسسها. المنصة دي يعني حاليا معمول ليها يعني مش لكل الناس. فالناس اللي حضرت السيشن دي هيكون ليها يعني زي ما تقولوا كده في اي بي انترانس او دخول مجاني للمنصة دي، بحيث ان هو يقدر يفهم شكل المنصة، يقدر يشوف طبعا لو عايز يرفع داتا بحيث الناس تستفيد عادي، عايز يحمل الداتا اللي موجودة عندها برضو عادي. وإن شاء الله المنصة دي في اتجاه إن هي تكبر ويبقى عليها كمية داتا كتيرة جدا. فالناس اللي حضرت السيشن دي إن شاء الله يكون ليها أكسس على المنصة دي بحيث إنها تقدر تخشها بسهولة إن شاء الله. ماشي. هل الداتا اناليسز مشتقة من الداتا ساينس؟ انا جاوبت على السؤال ده، يعني انا جاوبت على السؤال ده من فوق. ف... فاتمنى ان انت تكون يعني شفته، معرفش هو النت علق عندك ولا ايه، ولكن انا جاوبت عليه وقلت ان هي جزء ولكن مش جزء بنبدأ بيه. هو جزء من ضمن اجزاء كتيرة جوه، وهو مش الجزء رقم واحد، هو الجزء رقم 3 او 4. فانت لازم تتعلم قبليه شوية حاجات وبعديه شوية حاجات. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني يا شباب؟
تمام ماشي، شكرا يا باشمهندس على الورك شوب الحلوة دي. وإن شاء الله موضوع الكوميونتي ده هنبقى نتكلم عليه بقى بالتفصيل أكتر مع الناس، ونوريهم هنعمل إيه إن شاء الله. يعني الموضوع هيبقى حاجة حلوة جدا، إن إحنا نعمل حاجة كوطن عربي أو كمصريين أو أي حاجة، إن إحنا نبني حاجة إحنا اللي عاملينها بنفسنا. لان طبعا مشكله اصلا حتى الناس اللي خبيره في الاي اي وفي المجال ده هي فكره ان اصلا المحتوى العربي ضعيف. يعني مفيش محتوى عربي للمودلز اصلا تتدرب عليه بشكل احسن. فان شاء الله نشتغل على الموضوع ده ونعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي عايزه تعمل ريجستر عشان كود الخصم، هو الكلام ده كنا قلناه في ورك شوبس قبل كده. انا عملت شير سكرين اهو، اللينك موجود على الجروب. كل واحد بس هيعمل ساين ان، هيكتب اسمه ورقم التليفون والايميل وكل حاجة عادي خالص، وهيكتب بس هنا كود الخصم. هيلاقي حد هيتواصل معاه ان شاء الله، وهينزل له الخصم على الكورس بتاع الداتا ساينس بإذن الله. يعني انت بس الكود اللي موجود على الجروب ده هيتكتب هنا وانت بتعمل ساين ان. طب لو عملت ساين ان قبل كده هتبعت لي بس رسالة، وبرضه الكود هيبقى موجود ليك يعني. ده كده كل حاجة. يعني الصراحة أنا اتبسطت من الورك شوب دي، ويعني حاجة بجد حلوة جدا. وإن شاء الله تابعوا معانا بقى بقية الورك شوبس برضو. يعني دي داتا ساينس، في برضو اي اي تولز زي ما باشمهندس اتكلم ان الداتا ساينس الناس اللي بتصلح المودلز. طب في ناس بقى ممكن تاخد المودلز دي تكملة بقى للموضوع ده وتشتغل هي بقى بيها. في ناس عملت مودلز تعمل برزنتيشن كويس، فانا ازاي اقدر اوظف دي في شغل؟ في ناس عملت موديلز بتعمل ابلكيشن او ويب سايت، فانا ازاي استعمل دي؟ فزي ما قلنا احنا بنوريكم الصورة كاملة، وانت بقى تشوف انا والله ابقى عايز ده، انا عايز اخش في المجال ده او في المجال ده. كل واحد يختار الحاجة اللي تفت معاه ان شاء الله. يا رب الورك شوب تكون عجبتكم، ومعاكم على الجروب برضو لو حد عنده سؤال على اي حاجة. شكرا جدا لباشمهندس احمد، وان شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله. العفو، بالتوفيق ليكم إن شاء الله. السلام ان عليكم. شاء الله، مع السلامة.